صباح النور عليكم، كي صبحتوا؟ نتمنى تكونوا على خير، صباحكم مبروك ونهاركم مبروك. اليوم هاد الصباح بغيت نشارك معكم واحد الفطائر. صراحه انا هاد الجبن شاطلي بقى في الثلاجه. شنو فكرت ندير به؟ قلت ندير به واحد الفطائر اللي كيجيو بنان وهشاش وكيجيو غزالين تبارك الله. تقريبا عندي واحد 100 غرام ديال الجبن اللي غادي نعسو مزيان حتى يتخلط. غادي نضيف له واحد نص معلقه ديال فاني. نضيف واحد نص معلقه ديال فاني، واحد بيضه واحده بحراره المطبخ، ونضيف واحد شويه ديال الملح، ونخلط هاد الجبن مع البيض مزيان ونرجع معكم. بعد ما خلطت الجبن والبيض غادي نضيف دابا الكميه ديال الزبيب، يعني كميه اختياريه. وعندي السميده تقريبا 2 معالق حتى 3 معالق. الخليط ما خصوش يكون قاصح باش ما يجيوش قاصحين معنا، خصهم يجيو رطبين. نضيف الاول تقريبا 2 معالق ونخلطهم مزيان حتى نشوف النتيجه كي دايره. وما تنساوش ديروا اشتراك وتفعيل الجرس الا عجبتكم الوصفه. ودابا غادي نضيف المعلقه الثالثه ونخلطهم ونخليهم واحد 2 دقائق حتى السميده والبيض والجبن يتشربوا مزيان. وغادي ناخذ مقله اللي غنديرها على نار، وغادي نضيف الزيت المائده كميه تكون قليله، ما غاديش نضيف الزيت بزاف. الصراحه هاد الفطائر كيجيو رائعين بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوهم، يمكن لكم تعطيوهم حتى لوليداتكم يفطروا بهم ويدوهم معاهم الكوتي. نقدهم بهذا الشكل هذا. انا درت الفينو، اللي بغى يدير السميده ولا الفينو راه كيف كيف. اعطوني انا واحد تقريبا واحد 6 ديال الحبات المقلايه سخنات. بعد ما كورت الفطائر ديالي دابا غادي نحطهم في المقله في الزيت يكون سخون، ونخليهم يطيبوا مزيان من التحت. عاد نقلبهم باش كنقلبهم مره واحده، ما كنبقاش نقلب ونعاود. ونتمنى ان هاد الفطائر انكم تاكلوهم سخان. هما من الاحسن يتاكلوا سخان باش كيجيو ديك هشاش ورطبين وبنان. ودابا بعد ما تحمروا من التحت غادي نقلبهم، كيجيو محمرين فنين تبارك الله. واحد الوصفه اللي رائعه. انا دائما ملي كيشات ليا الجبن كنديرهم بهذه الطريقه، ولا كنديرهم في بحال كيك في الفران. راني حاطه في القناه الفيديو ديال الجبن والزبيب والسميده والبيض. كتجي واحد الكيكه ديال الجبن رائعه بزاف بزاف. دابا نعاود نشاركها معكم ان شاء الله. ومن بعد ما تحمروا مزيان من التحت وقلبتهم غادي نغطيهم واحد 2 دقائق على ما يتحمروا وكيجيو طيبين مزيان. وهما الفطائر ديالي وجدوا بالصحه والراحه. كيف كتشوفوا كيجيو محمرين غزيوين غزيوين تبارك الله ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوهم وتخلوا لي شي كومونتير يكون زوين بحالكم، واللي عنده شي اقتراح ولا عنده شي حاجه يخليها في الكومونتير. الصراحه كتجي الوصفه رائعه. نتمنى ان الوصفه تكون عجباتكم، ومع السلامه. وخليت لكم الراحه والهنا وراحه البال، وحتى نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.